ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا الفيديو ده هينزل لكم بعد انا ما رحت وجيت من العمره، وهقول لكم على حاجات مهمه جدا جدا في موضوع الشنط وتجهيز الشنط ده. وانا اصلا كنت فاهمه غلط، وكنت مجهزه شنطه واحده بس 23 وواحده بس 7 كيلو، وانا كان ليا شنطتين 23 وشنطه 7 كيلو. الموضوع ده ضايقني قوي قوي وانا رايحه، شلت اكل كتير وشلت هدوم كتير كنت محتاجاها. و... إيه و... وهقول لكم برضو انتوا جايين في المطار تعملوا ايه. لو انتوا عايزين تجيبوا ميه زمزم وتخبوا ميه زمزم، هقول لكم تعملوا ايه. طبعا انا زي ما قلت لكم كان ليا شنطتين 23، انا كنت بجهزها دلوقتي دي بس كانت شنطه 23. اولا المصحف ملوش اي لازمه خالص، لان هم بيدوكم مصحف هناك. تمام، ما تاخديش المصحف خالص لانه وزن معاكي في الفاضي. مصحف ما تاخديهوش، انما كل حاجه انا اخدتها الحمد لله كانت مهمة جدا بالنسبة لي. وطبعا زي ما قلت لكم ان انا كنت شلت حاجات كمان، لان ليا شنطه واحده بس في دماغي انها واحده بس 23 مش اتنين، فشلت حاجات كتير قوي. الموضوع ده ضايقني قوي قوي بعد ما اكتشفت الموضوع ده، يعني ان انا ليا شنطتين 23. بقيت متضايقه قوي وطول الوقت هناك وانا مخنوقه ومتضايقه. طب انا عايزه انزل دلوقتي وجايبه حاجات، طب اجيب شنطه منين؟ فطبعا اتصرفت، فلولا ابن عمي بعت لي شنطه كنت هضطر ان انا اشتري شنطه، يعني مبلغ وقدره ب 120 ريال. فالحمد لله، يعني وانتوا رايحين تاخدوا شنطتين 23 وواحدة 7 كيلو، يعني مجهزة شنطة 23 للأكل. تمام، تحطي فيها الأكل. وأقول لكم يا بنات برضو ايه اللي قابلني في الموضوع بتاع الأكل ده. أولا السعودية أكلهم مختلف عن أكلنا خالص، وطريقة الحياة، لأن معظم الناس هناك مش سعوديين. يعني انت معظم اللي هناك بتلاقي المطاعم أصلا مطاعم باكستاني يمني، فالأكل مختلف، والثقافات الاكل مختلفة هناك. فانتي انتي تاخدي ليكي اكل تفرزيه، ما تعمليش زي، يعني انا عملت اكل مفرز صحيح، بس هو ايه، الكفتة بس اللي انا اخدتها. ودي لما اول ما رحنا المدينة، وبعد ما رحنا المدينة طبعا الجو يعني ايه كان حر، لما رحنا من المدينة لمكة 8 ساعات، فالاكل طبعا ايه لازم هيغير هيبوظ، لان مفيش فريزر اصلا هناك في التلاجات اللي في الفندق، ما فيهاش فريزر. التلاجات اللي في الفندق يا بنات ما بيش مش بتتلج. تمام، فانتي تعملي حسابك انك انتي تعملي شنطة 23 للاكل كله، والشنطة 23 التانية دي تبقى للهدوم. تمام، فهتبقى الموضوع بسيط بقى وخفيف. اما انا بالنسبه لي كنت متبهدله، ولما عرفت زعلت زعل، لان شلت ما عرفتش اخد اكل، حتى عيش ما عرفتش اخد. يا بنات العيش هناك مش حلو خالص، مش احسن حاجه. حتى العيش الفينو بتاعهم مش حلو، الكايزر بتاعهم مش حلو. تحس ان هو صعب بصراحه، صعب. يعني اللي هيروحوا هيفهموا، اللي بيروحوا السعوديه وبيطلعوا عمره على طول هيفهموا كلامي. كل حاجة طبعا هناك غالية. خدي أكلك كله معاكي، وخدي معاكي سخان. يعني أفضل حاجة ضايقتني إن أنا ما خدتش سخان، وده طبعا بسبب قلة وعي، إن أنا ليا شنطتين 23 ويقولوا لي أنت ليكي 47 كيلو، ليكي 47. ففي دماغي إنه 47 دي اللي هي الشنطة ال7 كيلو وال23. إزاي الحسبة مش جايبة لبعضها؟ بس إزاي مخي حسب كده مش عارفة. يعني كنت متلخبطة في كل حاجة. فالحمد لله هي جت مفاجأة اصلا بالنسبة لي، بس الحمد لله انا بتمناها من زمان يعني. والحمد لله فما كنتش مركزة من الفرحة اصلا. يعني انا عذرة نفسي لان انا ما كنتش مركزة في الفرحة، لكن اتضايقت قوي ان انا ما اخدتش شنطة مخصوصة للاكل. وطبعا سخان كهربائي ده تحتاجيه جدا. تعملي الاكل عندك في البيت، تعملي مثلا شاورما، تعملي كفتة، تعملي اكل، تاخدي اكل سريع التحضير تكوني انت مجهزاه وتغلفيه وتفرزيه جاي حلو جدا في الفريزر وتاخديه معاكي. هينفعك قوي قوي. او تطلعي تسخني منين ما يخلص، خدي مثلا اللي هو يكفيكي 4 5 ايام، عشان بعد كده الحاجة هتبوظ. تمام، منين ما يخلص انتي انزلي الهايبر واشتري. طبعا يا بنات عندهم الفراخ غير عندنا خالص. الفراخ عندهم طبعا المقص ده اتاخد مني في المطار وانا جايه، طبعا اتلخبطت ونسيته احطه في الشنطه اللي هي الكبيره، حطيته في الشنطه ال7 كيلو هتخش الطياره، فقاموا كاشفينه وشايلينه، وبقيت في نص هدومي وتوترت قوي قوي في المطار. طبعا يا بنات المشي طبعا ما تنسوهوش. في حاجات كتير يا بنات انا خدتها كانت مهمه قوي قوي بالنسبه لي،
وكريم التسلخات يا بنات تاخديه، وتاخدي انا كنت واخده اليكا ام، وتاخدي الصابونه اللي هي جليسرين، وتاخدي مزيل عرق ملوش اي ريحه خالص، وتاخدي الصابونه جليسرين ملهاش ريحه خالص، عشان من شروط العمره انك انتي ما يطلعلكيش اي ريحه ولا تحطي اي برفان. تمام. طبعا فرشة الأسنان وكل الحاجات دي. طبعا المخمرية دي كنت واخداها زيادة، أنا ما احتجتهاش على فكرة. كنت واخداها زيادة لو احتجتها بعد العمرة يعني وكده، بس أنا استعملت دايما اللي هو مزيل العرق اللي هو بدون رائحة. وبعدين يا بنات، زي ما قلت لك انت هتجهزي بقى الشنطه، تاخدي عيشك وتاخدي العيش. على فكره يا بنات انا كنت هناك نفسي قوي، نفسي قوي ان انا الاقي رغيف طازه من العيش بتاعنا، العيش البلدي بتاعنا اللي هو بتاع الفرن البلدي. كان نفسي قوي الاقي، يعني انا كان معايا جبن كتير وكان معايا تونه وكان معايا اكل كتير، بس مش عارفه اكل بسبب العيش. كان العيش معايا خالص، كنت واخده رقاق فخلص، فبقيت قاعده بلف حوالين نفسي، فما لقيتش هناك حاجه كويسه تتاكل في الهايبرات غير اللي هو العيش التوست. العيش التوست يا بنات هو اللي نفعني والله هناك، وعلى فكره غالي جدا، اللي هي العلبه الكامله دي طبعا غاليه. انا كنت واخده جايبه علبه صغيره ربع كده، ربع ربع كيس، ب4 ريال. طبعا كل حاجه هناك غاليه، والعيش يا ريت العيش يبقى حلو. لا العيش بجد اللي انا لقيته كان صعب قوي، بيبرول وبيبوظ وحش قوي. فخدي العيش معاكي، العيش اللي انتي بتحبي تاكليه. وانا كنت بحب العيش اللي هو بتاعنا احنا البلدي. فطبعا زي ما قلت لكم لخبطت الشنطه ولخبطت الدنيا ان انا خدت شنطه واحده بس، دي اللي بوظت معايا الدنيا والله. ما عرفت اخد حتى عيش، وكنت هناك يعني اتبهدلت قوي. كنت باكل التونه حاف والله يا بنات، ما انا مش عارفه اكل عيش، مش العيش مش عارفه، يعني العيش بيجي بفرول، مش عارفه امسكه في ايدي يا بنات اكل بيه والله. رميته. كل ما كنت اشتري عيش الكيس ب2 ريال ارميه. قلت اما اجيب فينو كده اما اجرب، جربت الفينو اقسم بالله العلي العظيم ما يتاكل. ده تجيبيه تسقيه للفراخ، مش عارفه اقرب عليه، استغفر الله العظيم. العيش صعب قوي. ما لقيتش بقى غير العيش التوست اللي زي ما قلت لكم كده، والعشر تقريبا او ال8 قطع ب4 ريال. يعني فاهمين ال8 قطع دول ب4 ريال يعني، ريال يعني يخش لهم على ال50 جنيه. فجبتهم وحاولت ان انا طبعا في انواع عيش هناك كتير، بس يعني انت الحاجه الوحيده اللي كانت مضايقاني ان هي حاجتين، ان انا ما جبتش السخان، اقدر ان انا اسخن اكل او ان انا اشتري اكل واعمل عليه، لاني مش عارفه اتاقلم على الاكل خالص، مش عارفه اتعود على الاكل. وان انا ما عرفتش احط حتى رغيفين عيش من العيش بتاعنا احنا البلدي جنب الرقاق يعني. فالحاجات دي كانت مضايقه. انا رجعت بنص الحاجات دي يا بنات. شلت فول كتير على فكره، الفول ده كله انا شلت منه. والتونه انا شايله تونه كتير جدا عشان الوزن طبعا، لاني من غبائي كنت مفكره انها شنطه واحده مش شنطتين. فشلت كتير، شلت تونه، شلت 6 علب تونه، وشلت علبتين فول، وشلت العصير، وشلت لبن، شلت كتير قوي، شلت حاجات كتير. فانا بنصحكم بجد تركزوا اوي في النقطه دي. انتوا لكم 2 23، واحده اخليها للملابس وواحده اخليها لكل الاكل. هتاخد الاكل كله وتاخدي سخانك معاكي لما تعوزي تسخني اكل تسخنيه. لكن هناك يا بنات انتي بتشتري الوجبه، اقل وجبه 25 30 ريال، وما بتعرفيش تاكليها. اقسم بالله ان انا كنت بشتري اللي هي مش عارفه اجيب يعني انت بتخشي بتجيبي شاورما مثلا، الرغيف الشاورما مثلا، يعني هي الوحيده الشاورما بس ب25، السندوتش الشاورما مثلا ب10 ريال، بس تحسي انها طعمها مش فجبت شاورما الرز مرة وجبة ب25، كان من مطعم اللي هو جنب المطعم عاشور تقريبا، اللي هو قدام الحرم على طول.
فبصراحة هي كانت طعمها حلو، الوحيدة اللي كانت مشبعة بالنسبة لي وكده. بس انا بزق من الرز اللي هو البسمتي ده، مش بحبه. يعني انا الرز البسمتي ده لما بطبخه عندي في البيت بيبقى له طريقة معينة اطبخه بيها ان انا اعرف اكله، وبيبقى طري. هناك بيبقى ناشف، وبره طبعا المطاعم مش زي ما انتي بتعملي. فحتى الوجبة دي كمان مرتحتش فيها، لما جبتها برضو مرتحتش فيها. جبت اخر حاجه خالص طبعا. انت مش هتفضلي طول الوقت تاكلي تونه وجبنه. كمان مش عارفه تأقلم نفسك على عيش ان هو ايه يشبعك. فبتاكلي مجرد انك انت بس تقضية وقت. انت يعني انت ما فيش وقت ان انت تاكلي اصلا على فكره. ده في وقت انك تعملي حاجه ولا انت تاكلي حاجه. بس كان اكتر حاجه بتاخد وقتي ان انا بمشي ادور على مطعم اجيب منه حاجه كويسه. كان بياخد وقت كتير قوي واخد وقت. فالوقت ده كله بدل ما تضيعي انك انت بتشتري اكل من المطاعم، لا انت خدي معاكي سخانك وخدي معاكي اكلك. منين ما اكلك يخلص خلاص تشتري مثلا جاهز وتعملي، وتاخدي معاكي حله استبن. والله يا بنات اسمعوا كلامي، هتستفادوا جدا جدا ان شاء الله. لو تسلقي بيضتين وحبه مكرونه هتاكلي وتشبعي. الاكل هناك صعب، وصعب تتعودي عليه. وما تطلبيش اكل، يا ريت نصيحه والله مني، ما تطلبيش اكل. الفراخ عندهم صغيره قوي قوي يا بنات، وريحتها زفره، وكنت بقرف منها والله العظيم. طلبت قبل كده اللي هي الكبسه ولا البرياني معرفش ايه، والله رميته معرفتش اكله. والوجبه ب25 ريال برضو، ازاي حاجه ساقعه ب3 ريال، يعني داخله على 30 ريال. وفي الاخر ما بتعرفيش تاكلي ال30 ريال دول. لو ممكن تجيبي بيهم مثلا فرخه وتعمليها، او تجيبي لك بيضتين وكيس مكرونه، والله هتاكلي وتشبعي عن كده. المهم انا دي نصيحه انا بقول لكم عليها. انا لقيت ان اقول لكم الكلام ده افضل من ان انا اسيب الفيديو على طبيعته. لان انا جربت ونصيحه مجرب. ممكن ناس كتير على فكره كانت مفكره انها شنطه وشنطه بس، مفكره انها شنطه 7 وشنطه 23 بس. فانا حبيت اقول لكم على الموضوع ده. والكيكات والحاجات دي اقسم بالله يا بنات ما لها لازمه، اتهرست مني ما عرفتش اكلها. ما كنتش بعرف اكلها، كانت دايما نفسي حليانه وقرفانه ومش عايزه اكل. يعني انا كنت اختصر الوقت وايه، وطبعا اجري على الحرم بسرعه عشان الحق الصلاه. فكنت بضطر ان انا اخد كيكه معايا، هي حلوه وسريعه جدا. بس لا، اوقات كنت بنساها، كانت بتتعجن مني في الشنطه، اجي اطلعها عشان اكلها الاقيها اتعجنت حرفيا. ف حاجات كتير قوي يعني انا بنصحكم بيها. ان انا جربتها عادي، الكيكات تاخدي كيكات بس تحافظي عليها في الشنطة، وانتي واخداها تحطيها في شنطة تانية. لان انا شنطتي كانت دور واحد، فكنت بحط المية والترمس الشاي وكله في حتة واحدة. فانتي لما تاخدي معاكي حاجة كيكة او كده او بسكوت، عايز تاخدي كيكة او بسكوت تحطيها في شنطة تانية. ايه غير الشنطة اللي هي الايه اللي انت طالعة بيها الحرم، تبقى شنطة مثلا متقسمة، يعني شنطة مدرسة. انا حتى كان نسيت اخد شنطة المدرسة بتاعت ولادي، كانت هتفيدني قوي قوي. بس والله يا بنات، وخدت اندومي. الاندومي نفعتني هناك بس قرفت منها قوي، بحيث ان انا حاجة قدامي شوربة. يعني انك انت بتبقي نفسك قرفانة وعايزة تشربي شوربة او حاجة، ان هي ايه ت... تصد معاكي يعني، وكلام من ده. وانك هي تحسسك انك انت ايه، مش انك انت فاهميني. بس انا رميتها، ما كنتش باكلها، اديتها ل... للبنات اللي معايا في الغرفه بيحبوا الاندومي وكده. انا ما بحبهاش اصلا، انا بقرف منها حتى لو كلتها مضطره. بس ما